السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في فيديو اليوم اللي ان شاء الله غنشارك معكم فيه طريقتي في تحضير الحليب المركز نيسلي وكذلك نيسلي كراميل. ولتحضير الحليب المركز غادي نحتاج تقريبا كأس ديال السكر كلاصي وكأس ديال الحليب غبرة نيدو، بالاضافه الملعقه من الزبده. وكذلك غادي نحتاج واحد نصف كأس من الماء اللي ان شاء الله غادي نجمع به الخليط فاش غنوضعو في المولينيكس. على بركة الله غادي ناخد الكأس اللي غادي نطحن فيه هاد العناصر كامله. غادي نضيف السكر كلاصي، كذلك الحليب بودرة، والملعقة ديال الزبدة، وغادي نضيف كذلك نصف كأس من الماء. اللي ضروري الماء على فكرة خصو يكون في درجة الغليان. وغادي نطحن هاد العناصر مزيان، ثم من بعد غادي نوضع الخليط ديالي فوق النار، وغادي نحرك هاد العناصر. ضروري من تحراك، ما غاديش نوقف من تحراك حتى يعقد ليا الخليط ديال الحليب المركز. عادي غنستمر في التحراك بدون توقف حتى يعقد ليا الخليط ديال نيسلي المركز العادي. ومن بعد غادي نطفي البوطه ديالي وغنوضع الخليط في واحد البواطه اللي غتدخل للثلاجه مده تقريبا 6 ساعات. يعني كل ما بقى في الثلاجه كل ما كتكون النتيجه ناجحه 100%. غندوز معكم تحضير نيسلي كراميل. وتحضير نيسلي كراميل غنحتاج كأس من الحليب بودره، وكذلك كأس من سنيده، ومعلقه ديال الزبده، ونصف كأس من الماء دافي. غادي ناخذ الكأس ديال سنيده وغادي نضيفه في الكاسرون اللي غنوضع على النار بدون تحريك حتى يتكرمليزا ليا السكر اللي فيها. ثم من بعد غادي ناخذ العناصر المتبقيه، يعني الحليب بودره والمعلقه ديال الزبده ونصف كأس من الماء دافي. ضروري الماء يكون دافي. وغنطحن هاد العناصر. من بعد ما وجد ليا السكر اللي تكرمليزا غادي نحرك مزيان حتى يذوب ليا الحبيبات اللي بقاو من سنيده. ومن بعد غادي نصب الخليط اللي طحنت ديال الحليب والزبده والماء، وغادي نحرك. هو في الاول غادي تجمع داك السكر، ولكن ما تخافوش مع التحراك المستمر غادي يذوب ليا داك السكر اللي تكرمليزا. ضروري ما نحركوه حتى يذوب ليا داك السكر مزيان. للتذكير النار تكون يعني النار تكون متوسطه. غنحرك مزيان داك السكر مزيان يتكرمليزا حتى يذوب. ومن بعد ما غادي يذوب ليا هاد السكر غادي نحصل على واحد نيسلي كراميل، يعني ناجح 100% وحسن من اللي كيتباع في المحلات، وكناخذوه باثمنه يعني تقريبا كتكون 20 درهم البواطه. ومن بعد غادي نطفي البوطه ديالي وغادي نوضع هاد الخليط في بواطه من الزجاج اللي غادي ندخلها كذلك الثلاجه ونخليها تقريبا 6 سوايع. يعني كل ما بقى في الثلاجه ماشي الفريغون، يعني غير الثلاجه، كل ما بقات في الثلاجه كل ما كيكون نتيجه رائعه. ومن بعد ما كنخرج نيسلي كراميل ديالي ونيسلي والحليب المركز من الثلاجه كيحصل على هذا الشكل، يعني كيتجمع ليا وتيعقد مزيان والمذاق روعه.
انا بالنسبه ليا شي خطرات كناكلو تقريبا بلا ما كنستعملو حتى فشي حاجه، يعني مذاق ما غاديش نقول لكم عليه، صدقوني البنات غير جربوه. يعني ممكن تستعملوه في حلويات، في لي طارت، اي حاجه بغيتو، احسن ما تشريوه باثمنه اللي كتكون بايظه. والحليب المركز المحلى العادي كذلك ناجح 100%. انا يعني كنشارك معكم غير الحوايج اللي كتكون يعني كتصدق ليا. كنتمنى نال اعجابكم، وانا دائما كيف العاده في انتظار تشجيعاتكم ليا باشتراكاتكم وباللايكات وبتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. ومره اخرى كنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم والمسانده اللي كتخليني انني نواصل المسيره ديالي ونكون عند حسن الظن ديالكم. والى اللقاء فيديو قادم بحول الله.